السلام عليكم، أهلا بيكم. معكم محمود في قناة قلعة الحكايات. تفتكر يا صديقي لو رجعنا بالتاريخ لورا لما ربنا سلط على بني إسرائيل ملك من أسوأ الملوك اللي حكموا في تاريخ البشر، الملك بخت نصر. هذا الملك يا صديقي دمر مملكة إسرائيل اللي كانت مستوطنة في أراضي فلسطين، وقتل الكثير من اليهود، واللي فضل عايش منهم سباهم إلى بابل في عصر معروف باسم السبا البابلي. وهنا في سؤال مهم: ماذا لو انتصر أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية؟ تفتكر هل كان هينفذ الخطة الشاملة بتاعته للقضاء على اليهود في جميع أنحاء العالم، ومن ثم القضاء عليهم في فلسطين ومنع قيام دولة إسرائيل؟ في يوم 21 أكتوبر عام 2015 أعلن نتنياهو في مؤتمر عالمي في مدينة القدس المحتلة إن الحاج أمين الحسيني مفتي القدس السابق هو اللي أقنع أدولف هتلر بارتكاب محرقة اليهود في أوروبا. انت متخيل؟ وقال كمان انه اتفق مع هتلر لوضع خطة شاملة للقضاء على اليهود في جميع انحاء العالم، ثم طردهم نهائيا من فلسطين ومنع قيام دولة اسرائيل. Instigated by a call of the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini. He flew to Berlin. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. You said burn them. يا ريتهم اتفقوا على الخطة دي، كان زماننا خلصنا. فعلشان نرد على كذب وافتراء نتنياهو لازم نعرف الحقيقة كاملة. مين هو الحاج أمين الحسيني، وإيه سر زيارته لأدولف هتلر، ويا ترى كان موقف هتلر إيه من القضية الفلسطينية؟ هل هتلر تحالف مع المسلمين فعلا؟ لو عايز تعرف القصة كاملة تابع معايا الفيديو. قبل ما ابدا الحلقه بطلب من كل اخواتي في مصر والوطن العربي ان اللي يشوف الحلقه دي يعمل لايك ويفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ونقدر نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس. اي نعم انا قناتي صغيره والمشاهدات فيها قليله، لكن الواحد بيعمل اللي عليه. عام 1895 اتولد محمد امين الحسيني في مدينه القدس من اسره معروفه في فلسطين، وبعدها التحق بالازهر في القاهره وادى فريضه الحج وهو شاب، فاطلق عليه لقب الحاج، اللقب اللي فضل معاه طول حياته. وبمجرد قيام الحرب العالمية الأولى سافر إلى إسطنبول والتحق بالكلية العسكرية، وتخرج منها برتبة ضابط في الجيش العثماني في منطقة أزمير بالبحر الأسود. والمنطقة دي كان بيعيش فيها الكثير من اليهود. لما كان هناك اكتشف وسمع إن كتير من اليهود بيتكلموا عن قيام دولة اليهود في فلسطين. وبالفعل عام 1917 صدر قرار من وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود، القرار المعروف باسم وعد بلفور لليهود. وبعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية اجتمعت الدول المنتصرة في مؤتمر سان ريمو في إيطاليا عام 1920، المؤتمر اللي أصبحت فيه فلسطين من بعده تحت الحكم البريطاني علشان تبدأ في تنفيذ وعدها لليهود. فقرر الحاج أمين الحسيني العودة لفلسطين، وبدأ في توعية الشعب الفلسطيني بخطورة وعد بلفور ويمنع بيع الأراضي لليهود. وفي الفترة دي قدر الحاج أمين الحسيني بإنشاء مؤسسات وجمعيات لوقف الزحف الصهيوني على فلسطين، منها مثلا تأسيسه للنادي العربي، والهدف منه توعية الشباب وتدريبهم على القتال في حال حدوث معارك واشتباكات ضد اليهود. وفي عام 1921 توفى مفتي القدس الحاج كمال الحسيني، الأخ الأكبر للحاج أمين الحسيني، فتم انتخابه مفتي للقدس، وأصبح كده الحاج أمين الحسيني محبوب الشعب الفلسطيني، أكبر قوة إسلامية في فلسطين. لكن للأسف يا صديقي الزحف الصهيوني فضل مستمر بأعداد ضخمة من سنة للتانية إلى فلسطين، وأول حاجة سيطروا عليها كان حائط البراق. وقدر كمان اليهود يستوطنوا الأراضي في بعض القرى الصغيرة في فلسطين. ولما حس الحاج أمين الحسيني بخطورة الموقف أرسل رسالة شديدة اللهجة للحاكم البريطاني بيحذره من هجرة اليهود لفلسطين. لكن للأسف يا صديقي لا حياة لمن تنادي، واستمر اليهود في سيطرتهم على حائط البراق، فحصلت اشتباكات عنيفة بين العرب واليهود. فعلى طول اتدخلت القوات البريطانية علشان تحمي اليهود، وقبضت على العشرات من العرب وحكمت عليهم بأحكام قاسية. وبعدها فتحت بريطانيا هويس اليهود على فلسطين، وبدأت بتشجيع هجرة اليهود بشكل مكثف
إلى فلسطين. ولما حس اليهود عددهم بيزيد في فلسطين، بدأ صندوق التمويل الصهيوني بشراء الأسلحة وتشكيل عصابات صهيونية مسلحة، بالإضافة إلى القوات البريطانية العسكرية اللي بتحمي اليهود. لكن برغم كل الإجراءات والتحصينات لحماية اليهود، مقاومة الشعب الفلسطيني لم تتوقف. ففي عام 1929 حدثت انتفاضة البراق، ودي انتفاضة إسلامية ضمت معظم مناطق في فلسطين، وهدفها الدفاع عن حق المسلمين في حائط البراق. وبالمناسبة حائط البراق ده هو الحائط الغربي للمسجد الأقصى اللي استولى عليه اليهود باعتباره حائط المبكى اللي بيقدسوه وبيصلوا عنده. وكان الحاج أمين حسيني دور فعال وخطير في انتفاضة حائط البراق. وبالتزامن مع مجهودات الحاج أمين الحسيني ظهر تنظيم جهادي قوي ومنظم بقيادة شيخ المجاهدين عز الدين القسامي. الحركة الجهادية اللي كان ليها الدور الأكبر والرئيسي في اشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936. وجماعة القسام بيرجع نشأتها لعام 1925 لما بدأ شيخ المجاهدين عز الدين القسام بتشكيل تنظيم جهادي سري، وكان شعار التنظيم ده جهاد ونصر أو استشهاد. التنظيم اللي وصفه إيميل الجوري إنه أخطر منظمة سرية في حركة المقاومة الفلسطينية، ومش كده وبس، ده أخطر تنظيم في حركة المقاومة العربية في العصر الحديث. وفي نوفمبر عام 1935 حدث اشتباك بين القوات البريطانية وبين جماعة القسام. لكن خلينا أقول لك إن المعركة دي ما كانتش معركة عادية. استشهد في المعركة دي شيخ المجاهدين عز الدين القسام رئيس الحركة، وبوفاته حصلت هزة كبيرة في فلسطين أدت إلى اشتعال الثورة العربية الكبرى في فلسطين عام 1936 واللي استمرت لحد عام 1939. قدر فيها القساميون تفجير ثورة كبيرة بقيادة قائدها الجديد فرحان السعد. وفي عام 1937 قدروا انهم يغتالوا الحاكم البريطاني لويس أندروز علشان يكون الرد قوي وعنيف على قوات الاحتلال البريطاني. وفي الفترة دي الحاج أمين الحسيني كان بيدور على أي حد يساعده أو أي قوة تمدله يد المساعدة في القضية الفلسطينية، ووجد ضلته في القنصل الألماني، خصوصا لما وصل أدولف هتلر للحكم الألماني وأعلن من اللحظة الأولى عداءه لليهود، وقرر أنه يبيد اليهود في جميع أنحاء العالم. فاعتقد الحاج أمين الحسيني أن ألمانيا ممكن تتحالف معه وتساعده كمان في وقف هجرة اليهود لفلسطين ومنع قيام دولة إسرائيل، على غرار مقولة عدو عدوي صديقي. لكن لم تبدي ألمانيا رأيها في طلب الحاج أمين الحسيني، لأن ألمانيا وقتها كانت مستفادة من هجرة اليهود من أوروبا إلى فلسطين، غير أن هتلر نفسه ما كانش مجهز قواته وخطته لشن حرب ضد فرنسا وإنجلترا. وبعدها قررت بريطانيا تقسيم فلسطين وحل المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني وإيقافه. وفي عام 1939 ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية سافر الحاج أمين الحسيني إلى لبنان، فطلبت الحكومة البريطانية من فرنسا إنها تقبض على الحاج أمين الحسيني بصفتها المسيطرة على لبنان، لكنه قدر يهرب إلى العراق ويستقر فيها. والعراق يا صديقي وقتها كانت دولة مستقلة تحكمها أسرة الملك فيصل ابن الشريف حسين ابن علي وابنه الأمير غازي. والأسرة دي كانت موالية بشكل غريب جدا للإنجليز وبتشجع على هجرة اليهود إلى فلسطين. الملك ده والأسرة دي بالتحديد من أسوأ الملوك اللي حكموا في تاريخ العرب، وكان لهم دور متخاذل ضد القضية الفلسطينية. وده مش مجرد كلام ولا افتراء على الملك فيصل حاكم العراق، ده حصل من خلال اتفاقية بين الملك فيصل ابن الشريف حسين ابن علي وحايم فايتسمان رئيس المنظمة الصهيونية اللي هيصبح بعد كده أول رئيس لإسرائيل. وكان من ضمن شروط الاتفاقية ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع. لكن في عام 1939 كان في مجموعة من ضباط الجيش العراقي بيخططوا لتنفيذ انقلاب عسكري على الأسرة الحاكمة في العراق. فسرعان ما لقى الحاج أمين الحسيني فرصته موجودة وتلاقت أفكارهم مع أفكار هؤلاء الضباط اللي كان بيرأسهم ضابط اسمه رشيد الكيلاني. فأرسل الحسيني رسالة خطيرة جدا لهتلر بيأكد له فيها إن العراق لو تحولت إلى دولة موالية للألمان هتكون ضربة قاضية لإنجلترا، لأن أولا هيقطع الطريق على العديد من المصالح البريطانية، وثانيا وده الأهم إن العراق هتمد ألمانيا بكل اللي عايزاه من النفط. ولما وصلت الرسالة يا صديقي لهتلر أعجب بها جدا ورد على رسالة الحسيني إنه هيعترف بالاستقلال العربي وهيدعمه. يعني يا صديقي معنى الرسالة واضح وصريح إن هتلر هيتحالف مع المسلمين.
انت متخيل؟ وبالفعل عام 1941 لما بدأ الانقلاب العسكري في العراق كان ضباط الجيش العراقي برئاسة رشيد الكيلاني متفائلين جدا برسالة هتلر، لأنهم اعتقدوا أنهم بمجرد ما ينفذوا الانقلاب العسكري هيلاقوا الدعم الألماني على طول. لكن يا عزيزي هتلر ملوش أمان وما كانش بيفي بأي عهود، اللي خلاه يخالف عهده مع رئيس الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين مش هيخالف عهوده مع الحاج أمين الحسيني. هل يعقل؟ خلينا أقول لك إن هتلر فاجئ الجميع، وفي عام 1941 شن هجومه على الاتحاد السوفيتي نفسه، ومن هنا بدأت الحرب الكبيرة بين ألمانيا وروسيا. واكتشف ضباط الانقلاب العسكري في العراق إن رسالة هتلر للحسيني كانت مجرد كلامه في شنك، علشان كده قدرت القوات البريطانية القضاء على الانقلاب العسكري. ومجرد ما دخلت القوات البريطانية بغداد كان هرب الحاج أمين الحسيني لتركيا، ومن بعدها هرب لإيطاليا علشان بعد كده يدخل برلين ويقعد فيها شوية في انتظار المقابلة المنتظرة مع أدولف هتلر. وفي يوم 28 نوفمبر عام 1941 التقى الحاج أمين الحسيني مع أدولف هتلر في لقاء استمر مدته ساعة ونص، واتفق الطرفين على اعتراف دول المحور باستقلال الدول العربية وطرد اليهود من فلسطين. في مقابل طلب هتلر من الحاج أمين الحسيني إنه يدعمه في تشكيل جيش من المسلمين تحت القيادة الألمانية، لكن وبدون سبب مقنع رفض هتلر الإعلان عن هذا الاتفاق بشكل رسمي. وقال الحسيني في مذكراته أنه يساورني القلق من مقابلة هتلر بشأن رفضه إعلان الاتفاقية بشكل رسمي، ورأيت أن سبب رفضه كان غير مقنع، لكني كنت مطمئنا من خطته الأساسية في القضاء على اليهود في النهاية. ومن هنا لازم تعرف يا صديقي أن هتلر ما كانش بيفي لأي عهود، لا مع الأوروبيين ولا مع المسلمين طبعا. أهم حاجة عنده هيستفيد إيه من أي اتفاقية. ومن هنا وبعد ما عرفنا سر زيارة أمين الحسيني لهتلر نقدر نرد على نتنياهو بشكل قوي. لكن خلينا أقول لك وفاجئك إن الرد ما جاش من العرب ولا الفلسطينيين بس، ده الرد جه من اليهود نفسهم، واستنكروا كلام نتنياهو لما برأ هتلر بارتكابه محرقة اليهود في أوروبا، وقالوا إن هتلر ذكر من اللحظة الأولى بوصوله لحكم ألمانيا إن هدفه هو القضاء على اليهود في جميع أنحاء العالم. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. يعني المنطق والأحداث والتاريخ بيقول إن هتلر ارتكب محرقة اليهود من قبل ما يقابل الحاج أمين الحسيني من الأساس. شوف قد إيه كراهية نتنياهو للشعب الفلسطيني اللي وصلت بيه لحد إنه يبرأ هتلر اللي ارتكب محرقة اليهود وينسبها للحاج أمين الحسيني علشان يبين إن المسلمين هم الإرهاب. وللإجابة على السؤال المهم في الحلقة، هل لو كان هتلر انتصر في الحرب العالمية الثانية كان هيقضي على اليهود في فلسطين ويمنع قيام دولة إسرائيل؟ الإجابة ولا لا. والله الكلام ده طبعا في علم الغيب، لكن من وجهة نظري ومن وجهة نظر التاريخ والأحداث السياسية نقدر نقول إن هتلر ما كانش هيساهم بأي شكل من الأشكال في القضاء على اليهود في فلسطين، لأن هتلر كان مستفاد استفادة كبيرة جدا من وجود الصهاينة في فلسطين. وفي نهاية الحلقة ندعو من الله سبحانه وتعالى أن ينصر أخواتنا في فلسطين، ويوما ما سنحرر فلسطين. وما تنساش دعمك لأخواتنا الفلسطينيين ولو حتى بالدعاء. وفي نهاية الحلقة أتمنى يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وأشوفكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.